ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ده ملخص الحلقة ال 22 من مسلسل حب على ورق. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. وبتبدأ الحلقة ولين بتسيب المكان وهي بتعيط، والكل هيمشي بسبب اللي عمله أوس. وأوس بيقول لكريم عاوزك تعرف اللي عمل كده. كريم قال له احنا هنهتم بالموضوع، بس انت اهتم بموضوعك عشان بوظت الدنيا. قال له انت قصدك ايه؟ قال له مش عارف قصدي اللي انت عملته مع لين ما ينفعش، انت ما خليتهاش تدافع عن نفسها. بدل مش واثق فيها خطبتها ليه؟ قال له ما كنتش متخيل ان هي تعمل كده من اول فرصة تكسرني. قال له لو اعتبرنا كلامك صح، ليه هتأذيك؟ انت ما فكرتش ليه هتأذيك؟ قال له لو مش هي اللي عملتها مين اللي هيكون عملها؟ قال له بس انا عايز انصحك نصيحة، اعتبرني جاي من الشارع، اوثق في الناس اللي حواليك. وبيقول له اوس انا بقى اللي هديك نصيحة، في الشغل مفيش عواطف. كريم قال له انت ليه مش قادر تفهم ان لين حبيبتك وخطيبتك، وعيونها بتضحك لما بتشوفك؟ فوق لنفسك بقى. بيقول له لين اجتماعية وبتعمل كده مع أي حد، مش معايا أنا بس. هي لو بعدت عني هتكون مرتاحة أكتر. وياسمين بتقول له أنت كده عندك حق، مفيش واحدة تستحمل الأسلوب ده وهتكون مبسوطة معاك. قال لها كلكم دلوقتي بقيتوا مهتمين بحياتي الخاصة؟ قالت له أيوه، لأنك أنت اللي دخلت حياتك الخاصة في الشغل. أنا مشكلتي إنك إزاي تكلمها قدامنا كده. قال لهم شغلي وحياتي الخاصة خط أحمر محدش يتدخل فيها. قالت له ياسمين بدل ما لناش دعوة، مين قالك تدخلها على الشركة؟ احنا اسفين، بعد كده ملناش دعوة بحياتك الخاصة. وكريم بيقول له عامل نفسك مدير شركة ومش عارف تتعامل مع الناس. عيب اللي انت عملته مع لين، وكتير اللي قلته لياسمين. بجد كلامك بقى مقرف. ومشي وسيبه. وهنا كريم بيجري ورا ياسمين وبيقول لها ما تزعليش. بتقول له ما زعلش، هو ده ينفع اللي حصل؟ هي شركتنا زي ما هي شركته، دي اخرتها يتكلم معايا كده؟ قال لها ما انت عارفة اوصي من زمان، ما تشيليش في قلبك بقى. هو برضه مش مصدق اللي حصل، اعتبريه واحد مجنون. وبتقول له اوس طول عمره كده ما بيعملش اعتبار لحد، وبيقرر قراراته واحنا بنقول له حاضر، وما نقدرش نعترض عليه. ليه؟ عشان ما يتعصبش. خلاص الواحد زهق. قال لها عندك حق تقولي اللي انت عايزاه، انت كمان متعصبة، بس انت عارفة اوس قلبه طيب. وقالت له خلاص وشكرا انك جريت ورايا وانت كده. ضحك وقال لها انا كنت عمال اجري وراكي زي الكنغر. قالت له طيب اوصلك؟ قال لها لا، لازم أنا افضل معاه شويه. قالت له انت بجد احسن صديق الواحد يتمناه هو انت. قال لها وانت كمان بتبقي حلوه قوي لما بتتعصبي. وبيقربوا من بعض وبتبوسه وبتسلم عليه وبتمشي. وبنشوف لين وهي قاعدة مع أصحابها وعمالة تعيط ومتعصبة وبتقول أنا يتكلم معايا كده؟ ليه؟ هو مفكر نفسه إيه عشان يتكلم معايا كده؟ قال إيه أنا سرقت التصميم بتاعه؟ ليه؟ هو شايفني إيه؟ حرامية؟ بهدلني قدام الكل، لو شفته كانوا إزاي الكل عمال يبصلي، بعد كل ده يطردني من بيته. وزيزي بتقول لها والله لا اروح وابهدله. ودانا بتقول لهم يا جماعة اهدوا شوية خلونا نفكر. وزيزي بتتعصب وبتقول لها انا هروح اجيبه من شعره واديله قلمين، وبعد كده انا ممكن اهدى شوية وبعدين ابقى افكر. دانا بتقول لها ما ينفعش اللي انت بتقوليه ده، ما ينفعش تتصرفي كده، ومش كل حاجة عندنا بالتهديد والضرب. هو كمان خطيب لين. ولين بتقول لدينا ما تقوليش تاني ان هو خطيبي بتضايقيني اكتر. وبتقول لزيزي يلا. وهنا دانا بتحاول تمنعهم ان هم يروحوا القوس وبتقفل الباب بالمفتاح وبترميه من الشباك. ودانا بتقول لها اهدي شوية، هو برضه قوس هيكون متضايق وبكرة هيجي ويصالحك ويعتذر منك. بتعيط لين وبتقول حتى لو جه انا مش هوافق، انا يعمل فيا كده ويشك فيا. وزيزي بتقول لها ما تعيطيش وخليكي قوية. ودانا برضو بتقول لها هو كمان هتلاقيه ندمان وزعلان. ولين بتقول لهم اللي زي ده ما يعرفش غلطه، لانه مش بني ادم زينا، قلبه بارد وقاسي. وبنروح لأوس اللي عمال يلم حاجات لين من البيت. وبيجي مروان يسأل كريم بيقوله في ايه اللي حصل. وبيقول كريم بجد يا عمي ابنك محدش يتحمله. وبيقول لأوس خليك كده متعصب، دمر حياتك بإيدك وبراحتك وانا ماشي. ومروان بيسأله هما دول حاجات لين انتوا اتخانقتوا؟ بيقولوا لا احنا سيبنا بعض، ما بقاش في حاجة بينا خلاص. بيقوله انت مش حاسس انك اتسرعت؟ بيقوله انا دلوقتي مش عاوز اسمع نصيحة من اي حد، في حاجة تاني عاوز تقولها؟ قاله بس خلاص انت مش فاضي، بس بدل ما لين خرجت من حياتك اللي هقولهولك ملوش فايدة، بس يا ريت ما تكونش اذيتها. قاله حتى انت كمان واقف في صفها، يلا ما وقفتش عليك. وبيمشي مروان وبيكلم نفسه أوس وبيقول الكل خايف على مشاعرها وانا اللي ما عنديش مشاعر. وبنروح لأيمن وصوفي وبيجيلها تليفون من كريم
وبيقول لها على التصميم اللي اتسرق. وايمن بيسألها بيقول لها في ايه، بتقول له اتسرق التصميم بتاع اوس وكمان نزل في السوق. بتسأل ايمن انت مالكش دعوة بالموضوع ده. بيقول لها اه، هو انا عشان غلطت مرة خلاص كل شوية تيجي تقعدي تسأليني؟ بتقول له ما تزعلش مني وانا اسفة. وهنا ياسمين بتيجي لجولي وبتقول لها ضروري لازم نتكلم. وبنشوف جومانا وكنان وهو بيقول لها مسكينة لين وهي طالعة من البيت زعلانة، لو تشوفيها بتعيط ازاي. بتقوله شفتها، انا معرفش انك بتحب لين قوي كده، لاني عرفت ان هي طيبة وبتحب تساعد غيرها. انتي نسيتي اللي هي ساعدتك؟ بتقوله لا ما نسيتش، بس دي حاجة ودي حاجة تانية. وبيقول لها معلش انا مش ناكر الجميل. بتقوله انا مش مستحملة كمان انت هتنكد. وبنرجع تاني لياسمين وجولي وبتقول لها معلش كان لازم اقولك قبل ما اجي، معرفش ان ايمن هنا. قالت لها جولي مفيش مشكلة، بس قولي ايه اللي حصل قلقتيني. بتقول لها اوس اتجنن على الاخر واول مرة اشوفه كده. بتقول لها قال لي كريم وبصراحة حقه يتجنن، اي حد غيره كان فقد اعصابه. وبتقول لها ياسمين وقال لي كريم هو حاطط الحق على مين؟ بتقول لها لا. قالت لها على لين. وقالت لها بقى هو اتهم لين بسرقة التصميم. قالت لها مش بس كده، قالت له انت لو شايف ان انا ممكن اعمل كده هاخد بعضي وامشي. قال لها ماشي امشي. وبنشوف ايمن وهو واقف بيسمع كلامهم. وبتقول لها جولي اوس ما بيحبش حد يهدده، يعني هما بجد سابوا بعض؟ بتقول لها ايوه بهدلها قدامنا ومتاكده ان هي عمرها ما ترجع له. جولي بتقول لها هي لو عندها كرامه مستحيل ترجع له، بس الحب ممكن يكسر الواحده ادام ما كانت قويه، ممكن تدوس على كرامتها وتسامحه. وبتقول لها ياسمين مش لين اللي تعمل كده وتعدي الموضوع بسهوله، غير لو جالها راكع وتأسف ليها. بتقول لها تعرفي اني فرحت لما عرفت ان هما سابوا بعض، ما تفهمنيش غلط. بتقول لها مش هفهمك غلط، بس يا رب ايمن ما يسمعش ان انت بتقولي ايه. بتقول لها لأ هو جوه مش هيقدر يسمع. بتقول لها ياسمين ممكن أسألك سؤال بس ما تزعليش مني. بتقول لها اسألي. بتقول لها هو انت ليه بتعملي مع أيمن كده؟ بتقول لها هو أنا بعمل ايه؟ أنا أكتر واحدة بتحب أيمن وبشاركه كل حاجة في حياته. وبيكون هنا أيمن واقف وبيسمع كلام جولي. وبنروح هنا تاني لين اللي لسه معاها زيزي ودانا وبتفكر في حل، بس بتكون عمالة بتعيط. وبتقول لهم أنا لازم أهدى شوية وأعرف مين اللي عمل فيا كده، هي صوفي ليه اتأخرت لحد كده. وبتقول لها زيزي ايه رأيك اتصل على عمتي؟ بتقول لها لا طبعا، دلوقتي تيجي وتقعد تسألني أسئلة وما خلصش، واول ما تعرف هتتعصب وتروح تشرب من دمه. ودانا بتقول لهم اهدوا شويه وخلينا نعرف مين عمل كده ونشوف لها حل. بتوافقها زيزي وبتقول لها احنا دلوقتي لازم نعرف كل حاجه من ساعه ما طلعتوا من البيت لحد ما رحتوا عند ابا، نشوف تسجيل الكاميرات مين شفته. وصوفي بتيجي واول ما تشوفها لين بتقول لها الحقيني وتعالي شوفي لي اي حل. وصوفي بتقول لها اهدي شويه واحكي لي ايه اللي حصل بالراحه وانا هشوف لك حل. وبتبدا لين تحكي لها على اللي حصل. وبنروح لأوس اللي قاعد مع جمانة وبتقوله أنا بعد اللي حصل ما يهمنيش غيرك، بس اللي حصل مع لين ده ما كانش ينفع، دي مش أخلاقك، أنا مش كده ربيتك، ومفيش حد يبهدل خطيبته قدام الناس. وبيقول لها ماما أنا في الشغل ما عنديش خيار وفقوس، أي حد لو غلط كنت كلمته بنفس الطريقة، مش عشان لين خطيبتي فأنا لازم إني أسكت لما تغلط. وبتقوله أنا أمك وأعرفك أكتر من نفسك، لين دخلت حياتك ولخبطتك، انت مش متعود حد يكون في حياتك ليه تأثير عليك، دي حقيقة. وبتاخد بعضها وبتمشي. وهنا لين وصوفي وهما بتقول لها هو ازاي يتهمك كده، والله انا مش فاهمة حاجة، او يمكن بيفكر انك عملتي كده عشان تضايقيه. تقول لها الحق عليا، انا كنت متوقعة ايه من واحد قلبه قاسي وصعب التعامل معاه؟ هستنى منه ايه؟ اقل حاجة يعملها معايا كده. وبتقول لها بس انا ما كنتش متوقعة يعمل معاكي كده، انا كل ما اشوفه معاكي بحس ان هو واحد طيب، بس تعرفي ان هو ما عندوش فكرة هو قد ايه خسر قلب طيب. ودلوقتي انت هتعملي ايه؟ بتقول لها اول حاجة هثبت براءتي وهختفي من حياته حتى لو هددني بالعقل. بتقول لها انا هنا وطول ما انا موجودة ما يقدرش يعمل لك حاجة. بتقول لها هو اصلا مش هيعمل حاجة، زمانه بيقول ايه اللي خلاني اعمل كده، كان في حاجة غلط من يوم الخطوبة، انا عايزة ارجع لحياتي زي الاول، ومن بكرة هنزل محل الورد واشتغل فيه. وبتقول لها ايوه هي دي لين اللي انا بعرفها، ما يهمهاش اي حاجه. وبتوصل هاله وبتقول لصوفي ايه ده انتي عندنا؟ بتقول لها لين عمتي ما تعرفش اي حاجه، ما تقولهاش اي حاجه. واول ما بتشوف لين بتقول لها ايه ده هو انتي كنتي بتعيطي؟ بتقول لها لا ده من الضحك، انتي ما سمعتيش صوتنا، ده انا وصوفي حكيت لي قصه بتضحك. وبتقول لها لين احكي لعمتي الكلام اللي انتي كنتي بتقوله لي دلوقتي.
وبتتوتر صوفي وبيقعدوا يضحكوا وهي ولين وما بيبقاش عارفين يقولوا لها ايه. وبتقول لهم عارفين الفيلم اللي انتوا عاملينه مش داخل عليا. وبتقول لي لين انتي مش اول مرة اشوفك بتعيطي، دي تاني مرة. تالت مرة مش هسألك، هروح لأوس اكسر البيت على دماغه وعلى دماغ اللي خلفه. ولين وصوفي اتصدموا من اللي هي قالته. وبتقول لهم انا بفكركم كده عشان تضحكوا بس، هتضحكوا اكتر لما اعمل بجد. وبنشوف اوس وهو عمال بيتفرج على صوره هو ولين، وعمال يبص على الدبلة اللي في ايده، وبيخرج على الجنينة وبيرمي الدبلة. وهنا كمان واقفة لين في البلكونة وعمالة تبص على الخاتم بتاعها وبترميه وبتتصدم من اللي هي عملته. وبتنادي على دانا وبتقول لها الحقيني انا رميت الخاتم في الجنينة. بينزلوا يدوروا عليه وبتقول لها خلاص قولي له انه ضاع منك، مش هتفرق معاه كام دولار. لين بتقول لها ده سعره 60,000 دولار. ودانا بتتصدم وبتقول لها انت كان فين عقلك، اكيد هيطلب فلوس الخاتم او يحبسك بيها، واحنا كده ما قدامناش حل غير ان احنا نبيع البيت. وهلا هنا بتصحى لما بتسمع صوت، وبتلاقي لين الخاتم وبتفرح وصوتهم بيعلى، وبتطلع هالة من الشباك وبتضرب دانا على دماغها وفاكراها حرامي. وهنا البنات بيتجمعوا ودانا بتبقى حاطة تلج على دماغها، وصوفي بتقول لها قلتوا ايه الهالة؟ قالت لها دانا هنقول لها ايه يعني؟ قلت لها ان انا ضيعت الحلق بتاعي وبدور عليه. وبتبص لين وبتسألها عن الخاتم، بتقول لها لين موجود على الترابيزة. بتقول لها رامية على الترابيزة 60,000 دولار؟ أنا مش قلتلك خليكي لابساه في إيدك أو رجعهوله؟ وهنا الكل بيتصدم لما بيسمعوا سعر الخاتم. وبتقول لها لين ممكن تسكتي وتحلي عن دماغي؟ وزيزي بتقول لهم أنا عملت خطة عشان أعرف مين اللي عمل كده، احكوا لي بقى بالتفصيل من أول ما خرجتوا لحد ما رحتوا شركة أوس. وبيقعدوا يفتكروا إيه اللي حصل. وبنروح هنا الأب اللي بيفتكر كل لحظة قضاها مع لين وكل الكلام اللي هي قالته له. وبيروح على المطبخ وبيلاقي المج بتاعها، وبيقرر إن هو يتصل عليها. وهنا لين كانت واقفة زعلانة، ودانا بتجيلها وبتسألها بتعملي إيه؟ بتقول لها واقفة. بتقول لها أنت لسه ما رجعتيش الخاتم؟ بتقول لها لين خدي الخاتم أنت واديهوله. وبتيجي رسالة على تليفون لين وبتكون من أوس، بيقول لها حاجاتك جاهزة، تيجي تاخديهم ولا ابعتهم لك مع حد؟ وبتاخد الخاتم من دانا وبتقول لها ما تقوليش حاجة لعمتي. وبتاخد بعضها وبتمشي. وبنروح لبيت قوس وهو بينادي على كنان وبيقول له انا لميت شوية من الحاجات بتاعت ليه، كمل انت الباقي. بيقول له كنان انا اسف انا النهارده اجازة. جمانة بتقول له بس اول مرة تاخد اجازة من غير ما ترجع لي. وبيقول له انا بعتذر منك استاذ قوس، هسيبك تلم انت الحاجات اللي انت بوظتها. وقبل ما انسى انا لقيت الخاتم بتاعك في الجنينة، شوف النصيب اهو لف ورجع لك. وبيمشي ويسيبه. ومروان بيقول لجمانة مبروك، مش ده اللي انت عاوزاه، يا رب تكوني مبسوطة. وجمانة بتبقى مصدومة من كلام مروان ومش عارفة ترد عليه. وهالة هنا بتشوف دانا وهي ماشية وبتنادي عليها وبتسألها على مين، وبتتوتر ما بتبقاش عارفة تقول لها ايه. وهالة بتقول لها في حاجة من امبارح بتحصل وانتوا مخبيينها عني. امبارح اوس ما جاش ولين عمالة طول اليوم تعيط، احكي لي اللي عندك دلوقتي. بتقول لها انا مش قادرة اتحمل اكتر من كده، تعالي وانا هقول لك كل حاجة. لين واوس سابوا بعض وراحت تديله الخاتم. بتقول لها ليه ايه اللي حصل؟ تقول لها اتخانقوا خناقة كبيرة عشان لين اتسرق منها ورق، فاوس اتهم لين عشان هي مسؤولة عن الورق. تقول لها هو بيتهم لين ان هي حراميه وبتتعصب، ده انا هوريله وهطربق الدنيا فوق دماغه وهقطع له لسانه، امشي انت من هنا وانا هروح له. وبنروح لكريم اول ما بيخرج من بيته بيشوف ياسمين مستنياه، وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ بتقول له جايه اوصلك، بس هي فين عكازاتك؟ قال لها خلاص الدكتور قال لي لازم امشي من غيرهم. وبيشوف صوفي برضه وهي جايه تاخد كريم على الشركه، وياسمين بتقول لها تعبتي نفسك، هو جاي معايا انا. وبيقول لهم انا مش رايحه الشركه، انا رايحه الورشه اللي هتعمل التصميم، فانتوا طريقكم غير طريق. يقعدوا يتخانقوا عليه هما الاتنين وبيسيبهم يتخانقوا وبيركب التاكسي وبيمشي. وهنا جولي قاعدة في البيت تشتغل وأيمن بيجيب لها فطار وقهوة، وجاي يفطر معاها في البيت. وبتقول له أنا هاخد القهوة عشان مش جعانة. بيقول لها فيكي حاجة متغيرة. بتقول له إزاي؟ بيقول لها يعني حلوة أكتر من العادة. بتقول له عيونك اللي حلوة بس أنا لازم أمشي. بيقول لها صحيح هي ياسمين كانت عاوزة منك إيه امبارح؟ وبتقول له عادي متخانقة هي وأوس بسبب الشغل. وبتقول له إن صوفي جاية على المكتب عشان تشوف اللي سرب الخبر وأنا اللي لازم أمشي. وأوصي بيشوف لين أول ما بتوصل وبيقول لها حاجاتك أهي لمتهم لك. بتقول له تعبت نفسك. بيقول لها هنادي على كنان ياخدهم على العربية. بتقول له لا أنا مش محتاجة حاجة أخدها معايا من هنا. وبتدخل جوه وبتجيب الكحول وبتدلقه على الحاجة وبتولع فيها. وأوصي بيقول لها أنت مجنونة، هتولعي في نفسك. وبتقول له روح هات العقد أحرقه هو كمان بالمرة، ودلوقتي روح قول لجولي الحقيقة. قال لها كان لازم أقول لها من زمان. وبتقول له خد الخاتم بتاعك. بيقول لها خليه معاكي اعتبريه هدية. بتقول له انا ما باخدش هدايا من واحد قليل الادب.
قال لها خلاص احرقيه، وبياخد منها الخاتم وبيطلع الخاتم بتاعه كمان وبيرميهم في النار. بتقوله انت بتحرق 60,000 دولار. بيقول لها انت بتعيطي عشان كده؟ بتقوله لا، مش بعيط عشان الخاتم، انا بعيط على كل يوم قضيته معاك، ومبروك اديك خلصت مني للأبد. وبتسيبه وبتمشي، وبتنتهي حلقتنا. يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.